شفتي العظمه اللي حصلت يوم السبت افتتاح المتحف؟ انا سعيده قوي باللي انبهرتي حصل ده. صح؟ يعني كلنا حاجه كده انبهرنا. تحسي ان انت ماشيه عامله كده فخوره كده بنفسك. بجد قوي. طب اشرحي لي كده، هي مصر عملت ايه في خلال السنه دي؟ يعني ايه براند نيشن اللي عملته ده؟ حلوة قوي السؤال ده. مصر عملت الصح. يعني حرفيا عملنا الصح في الحتة دي. بصي يا ستي، الماركتينج مش بس بيتعمل للشركات، الماركتينج بيتعمل للبني ادمين وللشركات وللبلاد ولكل حاجه. الماركتينج اكبر بكتير من ان هو يتحصر في السوشيال ميديا. كعلم، علم ممتع. واللي عملناه احنا يوم السبت كان بعيدا بقى عن الانتقادات، عشان انا مضايقني قوي الناس اللي قاعده بتنتقد جدا. بس اوفرول خلينا نبص كده على يعني انا كل واحد قاعد والنبي ورا الاكونت بتاعه ما عمال شافش يكتب. ما بتاعه. تقوم تورينا كده، ما تقوم انت تخرج كده بس الحدث، وريني نفسك هتعملها ازاي. يعني فكره التنظير دايما خلينا متفقين مفيش حاجه كامله كمال لوحده، وان طبيعي يبقى فيه دفوات في اي حاجه، بس احنا المفروض يعني اللي حصل اكبر بكتير من ان احنا ننتقده. من زمان بقى، مش بكلمك على الحفله، انا بكلمك على اللي حاصل من زمان، من ايام ما قرروا في التسعينات ان هم يحطوا اول طوبه في المكان ده ويتكلموا عليه من ساعتها لحد النهارده. كل ده اويرنس خلى الناس كلها قاعده في ساعه واحده في وقت واحد مستنيه الحدث. فمصر عملت براندنج مره تانية بعد ما كنا من 10 سنين مش عارفين نمشي في الشارع، خايفين، سجون مفتوحة. يعني مش عايزة أفتح، بس من 10 سنين كان الوضع مختلف. الجيش بيضرب في الشعب والشرطة مش موجود. يعني مش عايزة أتطرق لحاجات سياسية عشان أنا بعيدة كل بعض not qualified enough إن أنا أتكلم في حاجة ولا سياسية ولا دينية. ولكن كنا في حتة صعبة جدا، وفي 10 سنين ده وقت صغير على فكرة بالنسبة للبلد ان انا اعيد بناء البلد مرة تانية واعمل لها زي ما انت قلتي البراندنج او البراند نيشن. انا اعيد عارفة كاني عملت ري براندنج وفكرت الناس احنا مين، قلت لهم احنا عندنا حضارة من 7000 سنة، ووريتهم شكل الحضارة، وريتهم امكانياتنا، ووريتهم ده كفاية الماسك بتاع توت عنخ. ايه ده؟ ايه الجمال كله ده؟ مبهر. احنا عملنا انا محتاجين نروح نتفرج عليه على فكره. لازم نطلع يوم الشركه، اتفقنا. لازم. فلا احنا عملنا عظمه، عملنا ورينا الناس كلها ان احنا نقدر. كمان قبلها الموضوع السلام بتاع شرم الشيخ ده كان عظيم، وما قبله. وبعدين في تكات كده برضو بيطلعوا مسلات اللي ظهرت في البلاد التانية. يعني هي براندنج مسج متكامله بكل معنى الكلمة من وجهة نظري البسيطة. احنا قدرنا نأثر في العالم كله، خلينا العالم كله يقول مصر فعلا مش اي حاجة، مصر عندها حضارة، مصر قوية. بس اللي مصر عملته ان احنا قلنا احنا عندنا حضارة من 7000 سنة، احنا ناس جامدين قوي في الحتة دي. كمان في الشو جاب لك الحضارة الإسلامية والمسيحية، ويعني مش بس قالك احنا عندنا حضارة فرعونية فقط. خدتي بالك لما طلعت القلعة وطلعت الكنيسة وكذا. فاحنا خلينا يعني هو اوريدي الناس لما بيجوا يفكروا في السياحه بيفكروا في مصر، بس انا عملت تريجر بقى للحته دي جامد قوي في العالم. فبقت كل الناس خليتي اول اوبشن عندهم احنا عايزين نروح نشوف المتحف المصري. فبدل ما نروح مش عايزه اقول اسامي يعني بس عشان كلها بلاد جميله يعني، بس بدل ما اروح اكس مثلا لا انا هاجي مصر. فاللي عملوه يعني براندنج محترم جدا للبلد، يخليكي فخورة طول حياتك باللي حصل ده. فبليز ما حدش ينتقد. صراحة الصراحة عظمة فعلا.